فجر يوم جديد بعد ما أدت لمياء صلاتها، مسكت مصحفها وقرأت آيات من القرآن، وبعدها قفلت مصحفها ودعت ربنا. كانت بتفكر فيه، هي ما كلمتوش خالص اليومين اللي فاتوا، وهو ما حاولش يتصل عليها ويتكلم معاها، ما خالفش وعده ليها وسابها على حريتها بينها وبين نفسها. كانت مشفقة عليه من اللي عملته خطيبته الأولى فيه، وقدرت جدا وقوفه معاها، لكن أكتر حاجة كانت وجعاها إنه ما كانش واثق فيها وما صرحهاش بالحقيقة، لكنها برضو كانت عارفة إنه أكيد كان خايف إنه لو قالها الحقيقة يخسرها وتبعد خالص. نفخت بضيق لأنها ما بقتش عارفة هي عايزة إيه. يا ترى هي مشفقة عليه ومدياله العذر، ولا غضبانة منه لأنه ما وثقش فيها؟ لكنها لازم تحسم أمرها النهاردة، المفروض إن فرحهم كمان يومين. بدأت لمياء تسأل نفسها، انتي هتقدري تعيشي من غيره؟ هتقدري تبعدي عنه؟ غمضت عينيها وبدأت تتخيل حياتها من غيره، ومن غير اتصالاته المستمرة بيها وشقتهم اللي كانوا بيجهزوها مع بعض. افتكرت لهفته عليها وحبه الشديد ليها، وهي كمان حبها الشديد ليه. اتنهدت وقامت صلت الضحى وقالت دعاء الاستخارة، ومسكت تليفونها وتوكلت على الله واتصلت على رقمه. هو كان نايم، صحي على صوت التليفون، فتح عينه وشاف اسمها، اتعدل في مكانه وبص كويس للتليفون. ده حقيقة مش كده؟ مش حلم أكيد. رد بلهفة وقال ألو لمياء. حست بضربات قلبها بتدق أول ما سمعت صوته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، أخيرا سمعت صوتك يا لمياء، أنا ميت من غيرك اليومين اللي فاتوا. من فضلك يا رامي، أنا لسه ما قلتش قراري النهائي. رامي بقلق، هو الموضوع صعب قوي كده؟ مفيش ليا أي ذكرى حلوة تخليكي تغفريلي؟ لمياء حست إنه أثر عليها فقالت لازم نتكلم الأول. تحت أمرك في أي وقت، وأموريني. ابتسمت لمياء على لهفته وقالت ماشي، يا ريت النهارده. طيب ممكن اجي اوصلك الشغل؟ بس مش هتكلم والله، هوصلك بس اشوفك. واتنهد وقال وحشتيني قوي. لمياء بدلع هي قصداه لا مش رايحه الشغل النهارده. طيب اجيلك البيت دلوقتي؟ اوكي بس مش دلوقتي، هبقى اكلمك واقولك. ما تتاخريش عليا. الله المستعان. ممكن بس تبلي ريقي بكلمه؟ كتمت ضحكتها وقالت بجدية كلمة ايه؟ بقالي يومين عايش في صحراء قحط، كلامك وصوتك كانوا المية والهوا. حسي بيا بقى وقوليلي حاجة تبلي ريقي. ادخلي السرور على مؤمن يا مؤمنة. ضحكت لمياء من غير قصد. قال رامي بارتياح اللهم صل على النبي، ايه الحلاوة دي؟ حاولت لمياء ترجع للجد تاني. من فضلك يا رامي ما تحاولش قاطعها وقال ما حاولش ايه؟ ما خلاص كل شيء انكشف وبان. رامي بهزار وهو بيقلد حد بيمثل بتحبيني يا هدى؟ خلاص بقى انت غاوي تقلب كل حاجة هزار، بوظت شويتين الجد اللي كنت هرسمهم عليك. يا باشا انت ترسم وتهندس وتؤمر وانت حاطط رجل على رجل. انت حبيبتي يا لمياء، فاهمة يعني ايه؟ عارفة لو كنتي قلتيلي مش عايزاك اقسم بالله ما كنت هسيبك ولا هفرط فيكي بعد ما لقيتك. طيب خلاص. خلاص ايه؟ تعالى دلوقتي. رامي وهو بيقف بسرعة دلوقتي بجد؟ تعالى نفطر وبعدين روح شغلك، بعد اذنك واذن مامتك يعني. حالا هتلاقيني تحت بيتكو، انا لبست على فكرة. مجنون. مجنون بيكي يا عمر اللي جاي كله. سلام بقى يا رامي، انت زودتها كده، يلا ما تعطلنيش، عايزه احضر الفطار. اعملي لي نص خروف ليا لوحدي، بقالي يومين ما دقتش الاكل بسببك يا شيخه. لا يا راجل. ايوه رامي اللي كان ورده مفتحه تشوفيه دلوقتي ما تعرفيهوش، وكل ده عشان بفكر فيكي ليل ونهار وانتي بعيده عني يا اسيا. خلاص بقى ما توجعش قلبي، انا مستنياك ما تتاخرش. من عيوني يا عيوني. خلصت المكالمة وبدأت تحضر الفطار، وهو جه وهو شايل حاجات كتير. سلم على عيلتها وقعدوا كلهم فطروا مع بعض. بعد الفطار قعد هو ولمياء في الصالون، كان عايز يسمعها، كان عايزها تطلع كل اللي في قلبها. ها يا ستي بقينا لوحدنا، قولي كل اللي عايزة تقوليه.
الأول عايزة أسألك سؤال وأنا هجاوبك بصراحة. ماشي. رامي، أنت لسه بتحب البنت دي؟ لا طبعا، انتهت من حياتي خالص. لمياء بارتياح كويس وسكتت وبصت في الناحية التانية. ايه تاني؟ بتفكري في ايه؟ مش قادرة انسى الموقف يا رامي. خلاص بقى، خلي قلبك يصفى، اوعدك مش هكررها تاني. ماشي، بس من غير بس بقى. وقرب منها ومسك ايديها وبسها. ابوس ايدك، كفاية اليومين اللي فاتوا كانوا وحشين قوي في بعدك. ما تخليش الحياة ناشفة كده. اضحكي عشان خاطري. ابتسمت تحت تأثير كلامه وبصت في عينيه وقالت بحبك قوي يا رامي. الله، الحمد لله، يا بركة دعاكي يما. ايه، هي طنط عرفت حاجة عن اللي حصل؟ لا طبعا، هي بس حست ان في مشكلة وهي عارفة اني مش هحكي حاجة، بس كل ما تشوفني تدعيلي. وعلى فكرة كانت عايزة تكلمك وانا اللي منعتها. خفتي يعني تفتكري اني كده بضغط عليكي. ما تعرفش انا كنت بتعذب ازاي في اليومين دول، غير ان الموقف جارحني، بس انت فعلا كنت وحشني قوي. رامي بسعادة. حبيبتي، انا كمان لاحظت ان اهلك عاملوني عادي كأنهم ما يعرفوش حاجة. انتي شكلك ما حكيتي لهمش. لا الحمد لله، انا عارفة ايه اللي يتحكي وايه اللي ما يتحكيش. حاجة زي كده ممكن تضايق بابا اصلا لانك بتشك في بنته. انا متفهمة الوضع عنه، والحمد لله كانوا فاكرين ان في خلاف بيني وبينك، وبابا وماما عارفين ان انا كبيرة بما فيه الكفاية اني اقدر احل مشاكلي بنفسي. بصلها رامي باعجاب وهي بتتكلم بطلاقة وثقة، وفضل يبصلها كده لحد ما اتكسفت من نظراته، فقالت عشان تغير مجرى الحديث انت جايب حاجات كتير قوي، ما كانش ليه لزوم ده كله فدا رضاكي يا حبيبتي. ميرسي. ومشي رامي من عند لمياء وهو مبسوط. وعدى اليوم وجي يوم الأربع، يوم الحنة، وراحت غادة ومعاها أمنية عند لمياء. وبعد ما رقصوا وغنوا كلهم مشوا كل الأصدقاء، وقعدت غادة وأمنية مع لمياء. أبي شريف هيجي إمتى يا حاجة؟ كلمني وقال لي بعد شوية، قاعد مع رامي آخر يوم في العزوبية بقى. لمياء قالت لغادة إحنا هنبقى مع بعض كل يوم، خلاص بقى بقينا مننا في بعضينا، بقينا تبع بعض. يا ريت والله يا لولو، انت عارفة ما عنديش صحاب غيرك. وانا واخواتي ايه، هوا مش موجودين؟ لا يا حبيبتي، انا واخواتي حموات شداد قوي. بصت لها لمياء واستغربت من جرأتها، وضحكت غادة وقالت اه طبعا، هو انا ليا غيركو؟ الوقت ده دخلت مامة لمياء عليهم عشان كانت هتروح هي وباباها يشتروا طلبات. بقولك يا لمياء، بعد شوية هيجي ابن البواب، اديله الاكل اللي متبقي من الحنة، وخدي اديله الفلوس دي. وخرجت ام لمياء، وباصت غدا في ساعتها وقالت باحراج انا اسفة يا لمياء، بس انا مش عارفة شريف اتأخر كده ليه. ولا يهمك يا حبيبتي، انا اصلا مش هنام دلوقتي، حاسة اني قلقانة ومش جايلي نوم. لا انتي لازم تنامي الليلة دي كويس عشان بكرة تبقي فايقة ووشك منور. قامت غادة وخرجت البلكونة عشان تكلم شريف تستعجله انه يجي ياخدها هي وأمنية. في الوقت ده رن جرس الباب، فقالت لمياء ده تلاقيه ابن البواب. وكانت مجهدة فقالت لسه هلبس الإسدال. يعني قالت لها أمنية هاتي عنك وانا هروح، انا كده كده لابسة. الله يبارك لك يا أمنية، بصي خدي الفلوس دي اديهاله، والاكل هتلاقيه على السفرة بره. خرجت أمنية أخدت شنطة الأكل وراحت عشان تفتح الباب. في الوقت ده غادة كانت خلصت مكالمتها وخرجت من البلكونة. ايه ده، هي أمنية فين؟ خرجت ليه من الأوضة؟ ابن البواب جه وأمنية اتبرعت تخرج له بدل ما البس أنا والموال ده. طيب شريف جاي في الطريق خلاص. بقولك يا غادة، هي مال أمنية واخدة راحتها معاكي قوي في الكلام كده ليه؟ حاسة ان مفيش حدود بينك وبينها مع ان في فرق سن ما بينكم وما بين بعض. لا دي طيبة جدا وحبوبة، بس هي اسلوبها كده، وعلى فكرة هي بتهزر. خدي كل كلامها بهزار. امال لو شفت العلاقة بينها وبين شريف، شوفي هي اصغر منه بكتير ازاي، ومع ذلك لما بيشوفها بيبقى كأنه قدها في السن، وبيقعدوا ينكفوا في بعض، بيعملوا شو كوميدي هما الاتنين. بصت لها لمياء باستغراب، ازاي غادة تسمح لجوزها انه يتخطى حدوده مع بنت خالته؟ هي مهما كان غريبة عنه الموضوع ده ما بيزعجهاش ازاي، لكنها قالت لنفسها دي امور داخلية بينهم وما يصحش اتكلم فيها. اما عند أمنية ففتحت الباب لقيته شاب وسيم
ولابس لبس قيم وشكله مش بواب عمارة. اديته الفلوس والاكل وقالت اتفضل طنط بعتلكوا دول بالهنا والشفا، يلا يا سيدي الله يسهلك. وقفلت الباب في وشه وقالت هم ولاد البوابين بقوا مزز وبيلبسوا حلو كده ليه؟ اما هو ففضل واقف متسمر مكانه ومصدوم من اللي البنت دي عملته، لانه ما كانش ابن البواب، ده كان حسام اخو امنية الصغير. فضل واقف مصدوم من اللي حصل وبص حواليه عشان يتأكد ان هو في الدور الصح، وبص للفلوس اللي في ايده وقال ايه شغل الجنان ده، وخبط على الباب مرة تانية. كانت امنية قعدت على السرير جنب غادة. قالت لمياء انا هفتح المرة دي، خليك انت يا امنية. وخرجت لمياء وقالت مين؟ افتحي يا لمياء. فتحت الباب. انت ما فتحتش بمفتاحك ليه؟ ما كنتش اعرف اذا كنتوا خلصتوا ولا لسه، خفت افتح الاقي واحدة من صحباتك قاعدة واخدة راحتها. بس احنا خلصنا بقالنا شوية. ازاي؟ امال مين البنت اللي فتحت من شوية وادتني الحاجات دي؟ هي افتكرتك ابن البواب؟ انت شكلك يدي على بوابين. البنت معذورة. مع الاحترام الكامل لمهنة البواب وكل مهنة على راسنا، كلنا بنكمل بعض، بس ده هزار جوه القصة. حسام بنفاس صبر مين دي يعني؟ وهي فين بسلامتها اللي مش عارفة تفرق بيني وبين البواب؟ تفرق ايه يا ابني؟ هو ابن البواب بتاعنا مش ابن ناس ولا ايه؟ ده قرب يتخرج من حقوق. يا ستي هو انا هناسبه؟ ما يتخرج من الحتة اللي يتخرج منها. انا بسألك مين دي؟ وبص حواليه وقال هي فين اصلا؟ ده مفيش حد في البيت، جوه في اوضتي 2 من صحابي لسه ما مشيوش مستنيين اهاليهم يجوا ياخدوهم. وبعدين هي ملهاش ذنب، افتكرتك هو، اديتك الفلوس والاكل زي ما ماما ما قالت. صاحبتك ازاي دي شكلها عيلة قوي. لمياء وهي رايحة اوضتها لا دي قريبة صاحبتي اللي جوه معاها، يلا مش فاضيالك انا رايحة للبنات. في الطريق للبيت كانت غادة قاعدة سرحانة، فقال لها شريف مالك يا مزتي بتفكري في ايه؟ لا ابدا، بس الرسالة فيها شوية كلاكيع كده. وانا اللي كنت فاكرك بتفكري فيا. ابتسمت غادة وقالت والله يا حبيبي انت بتهون عليا اي مشكلة بتقابلني، ربنا ما يجيب مشاكل. انا كنت فاكرة ان الرسالة هتمشي عادي وهفهم كل حاجة بسهولة، اتاري الموضوع كبير قوي، وانا لسه بقول يا هادي مع اني بذلت مجهود فيها كبير، بس اللي جاي اكبر بكتير من اللي فات. شريف بعدم اهتمام عادي بقى يا حبيبتي خدي وقتك، هو في حد بيجري وراكي؟ الله المستعان. اما الواد رامي ده هيتجنن خلاص، كان هين عليه يروح لها النهارده وياخدها على شقته. لا دي لمياء عامله له حظر تجول، ما يشوفهاش من النهارده الصبح لحد بكره في الفرح. شكلها هتربيه من اول وجديد، والحقيقه يستاهل، ياما بهدلني معاه. يا راجل حرام عليك، ده اكتر واحد واقف جنبك وانت في المستشفى. دافعي عنه يا اختي دافعي. غادة بحب طبعا، مش كان بيساعدك عشان جوازنا يتم، وعشان كده ربنا يسر له ورزقه بواحدة زي لمياء. أمنية قالت راعوا شعور السناجل يا ناس، انتوا مش لوحدكم في العربية. سناجل ايه يا بت انتي اخرك سنافر مش سناجل، اتلمي يا بت بدل ما لمك. طيب اسكتوا وانا اسكت. ووصلوا البيت وكمل شريف وغادة كلامهم في اوضتهم. هتروحي المستشفى بكرة برضو؟ طبعا بإذن الله. كنت فاكرك هتاخدي اجازة عشان الفرح. مش مستاهلة، مش كفاية العيادة اللي قافلاها اكتر من اسبوعين؟ بس خلاص هفتحها يوم الحد الجاي بإذن الله. بصلها شريف وسكت، وهي انتبهت لبصته وقالت في ايه يا حبيبي؟ انتي ما قلتليش انك قررتي تروحي العيادة من يوم الحد. انا كنت بفكر مع نفسي وقلت لازم افتحها كفاية كده. شريف باستغراب بفكر مع نفسي ولازم افتحها وانا معرفش حاجة خالص؟ هو المفروض يوم الحد الاقيكي لابسة وخارجة واقولك رايحة فين تقوليلي رايحة العيادة يا شريف؟ على اساس ايه الكلام ده؟ مش فاهم. انت ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ ما انت عارف ان عندي عيادة من الاول يا شريف. يعني انت شايفة انه عادي تفكري وتقرري لوحدك؟ يعني ده اللي مزعلك؟ امال انت فاكرة ايه اللي مزعلني؟ واداها ظهره عشان ينام. فقالت غادة خلاص يا شريف انا اسفة مش قصدي ازعلك، اكيد كنت هقولك يعني. ما ردش عليها. فقالت غادة طيب مش عايز تعمل تمرينات؟ ابتسم غصب عنه بس حاول يبين انه غضبان. لا مش عاوز، روحي شوفي رسالتك اجري. غادة وهي بتبعد عنه اوكي براحتك. قام شريف ووقف قدامها وقال
انتي ما صدقتي؟ لا طبعا عايز. ماشي، مع اني كنت هسمع كلامك واروح اشوف الرسالة، بس انت اهم يا روحي. يا شيخة بلا رسالة بلا بتاع، خليكي معايا وانتي تكسبي. ضحكت غادة مرة تانية وعدت ليلتهم بسلام، مع انها كانت على وشك المشاكل الزوجية المعتادة. بس يا ترى الحال ده هيدوم ولا الشيطان هيدفعهم لحافة المشاكل؟ واللي حصل. لو وصلتم معانا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.